شو حبيبي، كيف صارت؟ احنا غبنا عنكم شوي. ميرو علقتها السعلة لدرجة انه صارت تستفرغ، فدايما هذا الليل جهاز الرزاز هذا اللي عنا اياه بيغنينا عن مستشفى. انتبهوا، هذا لازم يكون موجود في كل بيت، في كل بيت هذا الجهاز لازم انتبهوا. كمان استقرت وهيك اليوم ما كانت مرتاحين. يلا هلا سلامت هلا بترتاح. الحلوة القمر هي بطلة على فكرة كتير جبارة ميرو ما شاء الله. وبالقلبيات بتكابر بتكابر والله. برني انا حياتي ميرو، تسمعيني انت يا بابا؟ نامت؟ لا ردت علي. شي يا بابا؟ نعسانة وهذا فيه مخدر. يا حياتي يا دخيل الله الأولاد، الله يحمي أولادنا يا رب جميع يا رب. صباح الخير يا عسولتي ميرا حياتي. أيوة أيوة شو هاي هلا بيبي يوبرني الحنون لك يوبشني الحنون. أنا بس طلع بالزول أكلت من هاي سندك عم ياكل منها. انت وين طالع زال؟ لا ماما اتركه هو بينزل. تعال خد عصير. زال ترى زال خد عصيرك. طلع بتخبي على تبعيدة انه هاي لإلي. ميرا يا ماما روح اشربي عصيراتك هنيك. ايه هون نو سمعت هون نو. تعال نشرب عصير على الطاولة. يلا تفضل على الطاولة. يلا روح على الطاولة. لا مو هون تعال هون ها ماما. شو هاي؟ حساقة ايه هاي لإلي. يا الله منك يا هم. اوكي جاي امينة اخفي لي الشوكولا. تعال نو تعال نو شوكولا مرضاني. ما في شوكولا. انتو مرضاني ماما. ممنوع ناكل شوكولا. ليش الشوكولا؟ انسى اوكي. انسى ميمي. لا انسى رهف. ميس رهف. يلا قولي ميس خلاص ميس رهف ما تطلع مع اصابع. ميس انا ماما بتقول ايه طيب هاجر رح تحكي يا ابني. يلا ماما ميس. لا ماما لا برافو يا بطلة يا حبيبي. خلصي صحنك يلا. واو برافو. لا يا الله منك يا سند. انا عم شربك بايدي. ها نو مستحيل اولاد تعطوهم عصيرك ما يكبوا. بدهم يمسكوها خلص. انا ما بكب على حالي يا خيو الشاطر يا نظيف. يا حبيبي. يلا حطها فوق. ماما برافو يا ماما. يلا خلصي لي انت واجبتك بس. هانا نعملوتي مرداني كيف؟ مرضانة يا ماما. انت مرضانة. مردانتيني حطوا انت مرضانة حياتي. بس بدنا نصحصح. ايوه كلي لي اياها. ماما هاي قهوة ماما. يا سلام. ايوه فكرة. بتعرفوا شو صار عندي تقوم فناجين. خلاص امي بتحب تشرب بفنجان ما بتحب تغير. المسويات مع سهرة يعني ماشي الحالي. وبشني صباحك لعسل انا. هي ماما عم تشرب القهوة ولك هي طلع قلب. شوفوا الساعة شكل قلب تقريبا يا عمري. يا صباح الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ شو تكونوا بخير. احمد وايام فايقين من الساعة 9 فطروا واكلوا وشربوا عصير واخذوا بسكويتات كمان. بس مو يعني اذا ما تصوروا يعني هن ما بياكلوا ولا بيشربوا الا اذا تصوروا. لا بس مريم وسند من لما فات مريم سخنت لاكل امينه وطلبت عصير. فقالت لها ماما كل البيتزا بعطيكي عصير. اكلت اول قطعه قالت لي ماما بدي عصير فاعطيتهم. فمو لانه اولادي بعطيهم لانه احمد وايهم اولادي انه ما بعطي. لا هن اخواتهم نفس الشيء. الخزانه عندي مليانه اكلات وشيبسات وعصائر وكل القصص اللي بحبون الاولاد. فمثل ما بتاخذ مريم والسند بياخذوا احمد وايهم. يعني مو ضروري اذا ما تصوروا يعني ما بيكونوا بياكلوا. والله العظيم قال يعني اذا ما
الولاد على فكرة على طول بياخذوا شيبسات كلياتهم عصاير كلهم، بس اخذ حدا شيء الكل بده ياخذ طبيعي، كمان ما حدا يزعل. بتعرف الشغله ما بحب التفريع انا، خلص هذا عصير الثاني لازم ياخذ عصير. بس انا بكون مثلا برات البيت امينه بتعرف مثلا مريم او سند او كلياتهم كل واحد له مثلا عصير، كل واحد له كيس شيبس. طبعا اكيد مو الكل بياخذ نفس نوعيه الشيبس، لانه الاولاد مثلا بياخذوا اكبر، مريم وسند بياخذوا اصغر، لانه كل واحد يعني على حجمه مثل ما بيقولوا. فلما بيصير شيبسات انه لانه مش ما بنشوف هيك بتعطي الاولاد، انت عم تاكليهم. طيب اوكي، احنا عم باكلوا الاولاد، انا عم جيبهم عم بعطي للكل يعني. لا ننوش بس اللي بتاكل شيبسات. لا حبايبي انا من زمان مخففه كثير شيبسات، ما عم باكل الا مثلا هدول ريلاكس اللي جبناهم من فتره، طيبات هدول هيك مثل الطبوش قليل. ما عم باكل شيبسات بالسعر، حتى اذا بتلاحظوا لما بحط سعرتي ما بحط غير بذورات مكسرات صينيه. ما عدت بصراحه مثل قبل على الشيبس. عم جيب للاولاد، الاولاد كثير بيحبوا الماستر فبحب بشكلهم انا. لا خلص ننوش اذا ما عم تعطي الاولاد على الكاميرا يعني الاولاد ما يلا منكم والله العظيم ايام طلع هيك في كومنتات كثير بتجي ما بقدر بطلع يعني واحد شو بيحلم ابنه. ممكن افهم يعني واحد مثلا عم يجيب كل شيء على البيت وما عم يقصر، كيف يحرم اولاده؟ اوكي هلا رح جهز حالي انا تصوير. بتعرفي والله الجيل امبارحة اللي جبته كثير حبيته، مثبت منيح. هلا انا ما عم حط لون، ما عم حدد كثير بالقلم لانه انا حواجبي مليانين، شفتوا؟ بس بحط شوي هيك من قدام يعني طلع حواجبي بدون اي رسم، في شعر يعني بقصد. كثير حبيت نوعية الجل، موجود عندي بالكولكشن على فكرة، بيجنن وبثبت حتى ريحته بتشد. انا كثير حبيت ريحته. هلا اول شي مثل ما قلت، في حدا كتب لي كومنت ننوش رح تستغربي ما تعودي عليه بالبداية، بس انه اوكي. في عالم عم تترك الحواجب هيك بهي الطريقة، عم تخليهم بتمشطهم بالجل بس تتركهم واقفين. كتير بشع انا حسيت، ما بعرف ليش. خلص قمشتهم انا بطريقة انه يكونوا حلوين مرتبين. لا هو ما زبط. بس تاخد ايدي على الجل. هلا انا عندي جل بس ما بيثبت لهالدرجة يعني. انا ما بحبهم يكونوا كثير مكبوسين، عرفتوا علي كيف؟ بحبهم هيك يبينوا انه طيبسين بوشي، بحبهم يكونوا شو هيك على راحتهم. هيك يمكن ما عم بتعود على الجل. بتشوفوا الفرق بين هاد وهاد؟ يعني انتو برايكم حلو الجو ولا اتركه بس لانه ميك اب تقيل او شي؟